دي همسة حكاية ليكم. عارفين ساعات الحياة بتعدي بسرعة والأيام بتمشي من غير ما نحس بيها، وكل واحد فينا شايل جوه قلبه حاجات مش حد شايفها، شايل تعب وقلق وشايل أفكار كتيرة وشايل هموم صغيرة وبرضه شايل هموم كبيرة، وكلنا بنحاول نبان أقوى من اللي جوانا بكتير، وبنضحك وبنستمر، لكن من جوانا ساعات بنحتاج بس لحظات هدوء. أوقات بننسى نفسنا وسط الزحمة وبنجري ورا الشغل والمسؤوليات والضغوطات والمذاكرة برضه، ونسينا ان الراحة الحقيقية جوه القلب اهم من اي حاجة تانية خالص. وساعات بنفتكر ربنا بس وقت التعب والمشاكل والضغوطات والازمات اللي بنمر بيها، بس الحقيقة ان ربنا دايما سامعنا وشايفنا وموجود معانا وشايف تعبنا ده، ومستني كلمة صادقة بس تطلع من جوه قلوبنا. رمضان بيجيلنا كل سنة عشان يقولنا اهدوا شوية واسمعوا قلبكم وخدوا نفس عميق كده وافتكر نفسك وحاول تكون اكتر هدوء وسلام. مش مهم كل حاجة تمشي مظبوط زي ما انت عايز، ومش مهم نكون كاملين، المهم ان احنا نحاول ونبدأ من جديد كل يوم. الحاجات البسيطة دي بيكون ليها تأثير كبير عليك، زي كلمة طيبة او ضحكة صغيرة لحد غريب او حركة لطيفة لحد، دعوة صادقة، كل ده بيخفف عن القلب وبيخلي يومنا اهدى بكتير. خدوا كده لحظة لنفسكم وحسوا بالراحة في قلوبكم من غير اي ترتيب او كلام محفوظ. خليكم طبيعيين وقولوا لنفسكم ان كل تعب هيعدي وهيعدي اكيد، وكل حاجة هتتحسن ان شاء الله، وكل يوم فيه فرصة جديدة مهما كانت الظروف صعبة، ومهما حصل في الماضي دايما فيه بداية جديدة ومستقبل افضل ان شاء الله. واحيانا الفرح بيجي من اماكن بسيطة حوالينا، حاجة تفرح قلبك زي ضحكة او كلمة لطيفة او حتى احساس بسيط ان الدنيا والامور هتمشي تمام. الحاجات دي بتدي قلبك طاقة وتخليك تحس ان الدنيا لسه فيها حاجة حلوة، ومهما كان اليوم طويل او مليان مشاكل او ضغوطات خليك فكر ان كل حاجة بتحصل ليك سواء كانت صعبة او سهلة فيها رسالة صغيرة ليك، درس او فرصة، وده اللي بيخلي الطريق اللي جاي اهدى واقرب للراحة. لما تحس ان الدنيا ضغط عليك قوي حاول تشوف اي حاجة ايجابية حواليك، اي حاجة حتى لو صغيرة ممكن ترفع عنك كل التعب اللي جواك ده وتخلي قلبك اخف بكتير، حتى لو مجرد احساس بسيط ان الامور هتبقى احسن وافضل. ومش تضغطوا على نفسكم قوي، مش لازم كل يوم يبقى كامل زي ما انتوا عايزين، مش لازم نكون مثاليين قوي، احنا بشر وبنغلط وبنتعلم طبيعي، والاهم بنحاول نرجع كل مرة وبنبدأ من جديد ونبدأ تاني. وخدوا بالكم من نفسكم وريحوا قلبكم شوية، وسيبوا اي حاجة تقيلة عليكم سيبوها لربنا مش لحد تاني، وعيشوا اللحظة. حاولوا تحسوا بكل حاجة حلوة حواليكم حتى لو بسيطة جدا بتفرحكوا برضو، لأن السعادة الحقيقية بتبدأ من الحاجات الصغيرة دي. وافتكروا دايما ان في امل جديد كل يوم، وكل مرة بنرجع فيها بنبتدي من جديد، الدنيا فيها خير وفرحة والراحة الحقيقية موجودة دايما اللي قلبه صافي ومستعد يشوفها ويستقبلها. دي كانت همسة حكاية ليكم، ولو وصلتوا لحد هنا سيبولي قلب في التعليقات، ونشوف بعض في حكاية جديدة بكرة ان شاء الله. متنسوش تعملوا لايك واشتراك. دمتم سالمين.